فاكرين عربيات سابق ولاحق؟ في 2019 ظهر بيج بتاعه ميني فور ويل درايف ايجيبت، الستور بتاع العربيات. بطريقه ما انا انضميت للفريق بتاع الستور ده، وكنت من التيم الاساسي اللي ليه علاقه بالميديا بتاعه الرياضه دي عامه في مصر. ده كان اول ستور يفتح في مصر عشان يقدم الرياضه دي للمصريين، يعني لان هي رياضه ولعبه في اليابان موجوده من قبل الثمانينات كمان، ومنتشره في دول كتير يعني، بس ما كانتش منتشره في مصر غير في الفتره بتاعه ظهور الانمي واحنا صغيرين. فلما رجعت ظهرت تاني واحنا كبار، كنت انا من الناس اللي موجودين في التيم بتاع الستور ده. فانا ساعتها كنت حابب ان انا اعلم الناس ازاي يتعاملوا مع العربيات بتاعت ميني فور ويل درايف، وازاي يعملوا لها تيوننج، وازاي يسابقوا، وازاي يختاروا العربيه، وازاي يختاروا القطع والكلام ده كله. ففي الفتره دي كنت ابتديت اعمل فيديوهات ازاي نعلم الناس يتعاملوا مع الحاجات دي كلها. بعد كده خدت 14 بطوله، معرفش لقيت نفسي فجاه على خلال 3 سنين كسبان 14 بطوله، من ضمنهم بطوله كنت واخد مركز سادس في بطوله العالم بتاعه فتره الكورونا. كانت معموله كل دوله بتسجل رقم قياسي في بلدها ونشوف اعلى ارقام قياسيه في العالم كله، فانا كنت جايب المركز السادس باسم مصر، وكان في حد تاني كان جايب مركز تاني بس مش فاكر والله كان مين وكان جايب كام يعني، بس مش ده موضوعنا ان انا جيت بعد الفتره دي فكرت يعني، كان جاي لي فكره بودكاست قبل ما هوجه البودكاست تنتشر في مصر، وابتديت البودكاست ده وانا ما عنديش سكريبت للبودكاست. انا كل اللي انا عملته جبت ترابيزه واشتريت مايك، مش احسن حاجه بس مايك عشان يبقى شكله بودكاست يعني، وجبت واحد صاحبي بيلعب معانا يعني في العربيات بتاعت ميني فور ويل درايف، وقلت له يلا تعالى نقعد نتكلم ونرغي في الموضوع عادي بودكاست هنتكلم. كان البودكاست طبعا بره مصر منتشر جدا، لكنه في مصر في وقتها ما كانش كان لسه بيبتدي يقوم يعني، وانا ما كنتش واخد بالي من السين بتاعه في مصر، لكن انا كنت شايفه بره مصر في حاجات كتير يعني زي تراش تيست مثلا. وانا وصديقي ده ابتدينا نتكلم، عملنا الحلقه الاولى والحلقه الثانيه، وكان في ناس كتير قوي بتتفرج عليها. بعد كده جينا في الحلقه الثالثه صديقي ده اعتذر، فظهر 2 اشخاص تانيين، عمر عبد الباقي وعمر خشب، دول برضو كانوا من الناس اللي انضموا للبودكاست تيم، وعملنا لحد 8 حلقات. بعد كده طبعا الموضوع كان بياخد وقت ومجهود كتير، ومفيش طبعا بادجت بتخش في الموضوع ولا بتسبورت الموضوع، فالبودكاست دي انتهت يعني. ولكن ما زال عندي الشغف ان انا نفسي اعمل بودكاست، يمكن اعرف اعمل ده مستقبلا، ولكن انا كنت حابب افضفض معاكم بالموضوع ده واحكي لكم تجربتي اللي انا عملتها مع ميني فور ويل درايف ايجيبت.